السلام عليكم الاخوان، نهاركم مبروك. كما كتعرفوا كاس العالم انتهت وسالات وكملات، وكما كتعرفوا عشنا ايام جميله مع المنتخب الوطني المغربي. يعني كان الشعب يعني على قلب رجل واحد، وراء يعني المنتخب الوطني اللي حقق انجاز تاريخي يعني معترف به دوليا. اول دوله عربيه وافريقيه كتوصل الى مربع الكبار. كما كتعرفوا المنتخب الوطني المغربي يعني كان كيشجعوا الشعب المغربي، وكان كيستحق يعني اكثر من ذلك. ولكن السؤال المطروح علينا كشعب مغربي، واش ما كنستحقوش واحد الفريق يعني سياسي محنك، يعني يدير هذا الشيء بحال هادشي اللي دار المنتخب الوطني المغربي. يعني هذا الفريق السياسي اللي يمكن يعني يغير من الاحوال ديال المغاربه اقتصاديا وسياسيا، ويحمي القدره الشرائيه ديالو، ويرد يعني الاسعار الى عهدها، ويشوف من الحال ديال المغاربه، واللي عمره ما خدم خصو يخدم، واللي كيتسنى خصو يزيد يخدم، واللي كان فقير خصو تحسن الاحوال ديالو. واش ماشي من حقنا كشعب مغربي يعني يكون عندنا واحد فريق سياسي محنك اللي يعني يدافع علينا ويدير يعني كل ما عليه يعني سياسيا واقتصاديا؟ واش ماشي من حقنا باش نعيشوا يعني في الرخاء وفي الرفاهيه كشعب مغربي؟ واش ما كنستحقوش يعني نكون في المستوى ديال المنتخب الوطني؟ يعني العالم دابا كيعرفنا بالمنتخب الوطني المغربي، ولكن ما تعرفناش يعني اقتصاديا وسياسيا. يعني الا كنا يعني حطمنا ارقام سياسيه، ارقام يعني في كره القدم وفي المجال الرياضي بصفه عامه، واش ماشي من حقنا باش نحطموا ارقام قياسيه في الاقتصاد وفي السياسه في الجانب الاجتماعي؟ كنظن ان الرساله ديالي وصلت، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.